لما هنروح له في السماء، يا ترى هيكون الحال ازاي؟ يكون اللقاء ازاي؟ انا حسيت الكلمة دي سنة 1968 ظهرت العذراء في الزيتون، وده تجلي العذراء. الحقيقة والدي قال انا هروح مصر علشان اشوف تجلي العذراء. شبطت فيه وحاولت بكل الطرق لغاية ما جابني معاه. جينا ورحنا في الزيتون. أنا عايز أوريكم ومضة من ومضات السماء. الكاتدرائية اللي انتوا بتشوفوها دي كانت جراج، والكنيسة كانت صغيرة، وخلي بالكم ما كانتش بالشكل ده، كانت فقيرة وقديمة، يعني كانت من أفقر الكنايس ومن أقدم الكنايس لأنها كانت في منطقة تعتبر شعبية. فرحنا ووقفنا عند سور الكنيسة وأجرنا كرسيين وقعدنا، وحوالي الساعة 2 الفجر ابتدت تظهر الصلبان، أنوار زي صليب وحمام يطير، وفجأة ظهرت العذراء. العذراء ظهرت عند القبة قدام الصليب، وهي واقفة هدومها كانت بترفرف، وهي عبارة عن فلورسنت، أبيض في أبيض منور، نور كده، هدومها نور وشكلها نور ومنظرها نور. الناس كلها هيصت. ظهرت قد إيه؟ ظهرت حوالي الفترة اللي أنا شفتها فيها ما كملتش دقيقتين الظهور بتاعها، وتسجد تركع قدام الصليب وتقوم وترفع ايديه لفوق، وتركع قدام الصليب وتقوم وترفع ايديه لفوق. صدقوني ما كملت دقيقتين. والواحد يقول لك لما تظهر اطلب طلبات، ابدا، كلنا بيجينا زي خرس، كل الناس مش عارفين يقولوا حاجة. احسن تفتكري ان لما يشوف التجلي هنقول يا رب عايزين كذا وكذا وكذا، لا، ده بنقوله كده دلوقتي. ليه؟ لان العقل في ساعتها بيتوقف. بعد ما اختفت العذراء بصيت، انا كنت واقف جنب السور جنب والدي، لقيت نفسي في اخر الجراج ورا من زحمة الناس والزق، ما دريتش. وقالوا العذراء ظهرت لمدة ساعة الا ربع، مرت عبارة عن 3 دقايق بس. بعد ما كبرت وافتكرت هذا المنظر، قلت ليه حق يقول لنا في الكتاب يوم في ديارك اليوم هناك يساوي هنا 1000 يوم، هنا 1000 يوم. يبقى إذن هنا الزمن بيتوقف والعقل بيتوقف، وتشعر بجمال عمرك ما شعرت بيه.